ايوه زي ما انتوا قريتوا كده بالظبط، لازم تضربوا الفسيخ في الخلاط. هنعمل النهارده مع بعض ديبنج فسيخ. شفت طريقة الديبنج ده وقلت لازم اجربه، وحسيت ان هو هيبقى حلو بصراحة وقلت اجربه لكم وبالمرة اقول لكم حلو ولا ايه. طبعا انا عملت معاكم الفسيخ اكتر من مليون مرة، والسردين والتونة وكل الحاجات دي، وعايزة اقول لكم نجح نجاح رهيب معاكم كلكم لغاية النهاردة بتعملوه وبتبعتولي، وبجد مبسوطة جدا جدا جدا. المهم بقى انا كنت عاملة فسيخ فقلت هجرب الديبنج بتاع الفسيخ ده. هنحتاج شوية مكونات ما تستغربوهاش وما تقولوش هتبقى زفرة مع الفسيخ عشان هي بقت خطيرة. أول حاجة هنحطها بنفس الترتيب في الخلاط عشان الخلاط يتلف معانا ويتضربوا كويس مع بعض. طماطم والبصل وفلفل وشطة وليمون وخل وعلبة زبادي وكوباية الا ربع طحينة وشوية زيت. وعايزة أقول لكم طبعا النجم الأساسي بتاعنا الفسيخ اللي احنا عاملينه مع بعض وخالينه ومحطوط عندي في التلاجة. هنضرب في الخلاط كل المكونات اللي احنا عملناها دي لغاية ما يبقى بيوري معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، ونحطه في علبه وناكله بعيش مقرمش وبالهنا والشفا. عايزه اقول لكم ان هو اختراع رهيب، لازم تجربوه. وعايزه اقول لكم ان انا اكلته لناس عمرها ما بتدوق الفسيخ وما عرفوش اصلا ان ده فسيخ. انتوا مش هتتخيلوا هو حلو ازاي. دي من الحاجات الاساسيه اللي هتبقى موجوده عندي في التلاجة هي كمان. وانا بقول لكم تاني جربوه، وانتوا عارفين ان كلامي ثقه مش اي كلام وخلاص.